كما في علمكم شيخنا حفظكم الله الفتنة التي تندلع هنا وهناك من بعض الشباب، لذا جاءنا سؤال من أحد إخواننا يقول: هل يجوز تضليل بعض المشايخ ومنهم كالشيخ عدنان عرعور، لأن بعض الشباب يبدعونه وبعض الشباب أيضا يضللونه حتى بلغ ببعضهم إلى أن كفروه؟ أقول بأن هذه من الفتن، وهذا من وحي الشيطان وتلاعب بالشيطان بالمسلمين وتفريق كلمتهم وإضعاف شأنهم، وأن يتكلموا فيما بينهم، في علمائهم، في طلاب العلم منهم، ويجعلون الأعداء يضحكون علينا ويتندرون بنا وينظرون للمسلمين أنهم أناس أهل خلاف وفيهم الشر، فلا تسمعوا منهم ولا تدخلوا في دينهم، فإن شأنهم يكون كشأنكم، فإن شأنكم سيكون من شأنكم. فنفروا عن الإسلام بأفعالهم وبأقوالهم، وليس هذا منهج السلف ولا منهج أهل السنة والجماعة أن يطعن بعضهم في بعض، فعلامة المبتدعين طعنهم بعضهم في بعض وانتقاد بعضهم بعضا، هذا شأن المبتدعين. وأهل السنة أن يناصح بعضهم بعضا وأن يتعاونوا على البر والتقوى. فهذا الأمر الذي يحصل منهم بالنسبة لعدنان أو غيره، فعدنان لا نعرف عنه إلا خيرا، وأنا أعرفه أكثر من 40 عاما، فهو رجل على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا معصوم إلا من له العصمة، فإذا أخطأ هو وغيره فإن خطأه يناصح عليه ويبين له الصواب. أما أن نصفه بكذا أو نصفه بكذا، فهؤلاء الذين يفعلون هذا ويزعمون أن لهم شيخا يرجعون إليه، فشيخهم قد ضل في هذا الباب، قد أخطأ في هذا الباب، قد غلط في هذا الباب، ويجب علينا فيما بيننا التناصح. فإن الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهكذا صفتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها عدلا خيارا. فأن يقول قائل من المسلمين إما أن يقول فلان بما أقول به، وإلا فسأنتقده وسأبدعه إلى آخره، وإلزام الناس باللوازم. من لا يبدع المبتدع فهو مبتدع، هذا فيه نظر، لا يلزمني أن أبدع أحد. أنا أتمسك بالسنة وأدعو إليها، ومن ارتكب البدعة ننصحه إذا كنا نستطيع نصحه. واحذروا معاشر الشباب من هذا المنهج الفاسد ومن هذه الطريقة التي لا تجلب إلا الضرر والفوضى والنزاع. والله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقلت لكم إن علامة أهل البدع أن ينتقد بعضهم بعضا علنا وأن يضلل بعضهم بعضا، هذه علامة أهل البدع. وأما علامة أهل السنة فيصوب بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويتآلفون ولا يختلفون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون على المسألة وكل له في ذلك رأي، ثم يقومون ويصافح بعضهم بعضا ويجتمعون في مجالسهم وعلى ولائمهم وغير ذلك.
هدانا الله للسنة. نعم. نفس السؤال شيخنا حفظك الله. يقول السائل: هؤلاء الذين يبدعون ويضللون بدعوى أن هناك جرح وتعديل والجرح مقدم على التعديل، هذه القضية أخذوها سلما لغير هذا الأمر. هذه القضية عند رجال الحديث إذا أتوا براو فيه مقال، فيه نسيان، فيه سهو، فيه غفلة، في كذا في كذا، وثبت أو نقل أنه إنسان مدلس أو إنسان يروي المناكير، فينبغي أن نبين الحق وننتقد هذا الإنسان ونقول لا يروى عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوب إلى الله وتثبت عدالته.